بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن الجبرتي. هو الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ حسن الجبرتي، نسبة إلى جبرت من أعمال الحبشة، وهو مؤرخ مصري. ولد في مصر بمدينة القاهرة وتعلم فيها، فالتحق بالأزهر الشريف وتلقى فيه علومه اللغوية والدينية، كما تلقى العلم عن أبيه، وكان شيخا من شيوخ الأزهر المرموقين وعن طائفة كبار الشيوخ. وقد عالج عبد الرحمن الأدب، فكتب الشعر والنثر، وامتاز أسلوبه في الكتابة بالسهولة والتدفق وصدق التعبير. وكان يشغل وظيفة في ديوان القضايا عند مقدم الحملة الفرنسية ودخول الفرنسيين مصر، فانقطع منذ ذلك الوقت لتسجيل الأحداث التي تقع في مصر يوما بيوم، فسجل كل ما رأته عينه أو سمعته أذنه من أحداث الحملة الفرنسية منذ أن فكر نابليون بونابرت في غزو مصر لتحويل الهند من طريق رأس رجاء الصالح إلى طريق البحر الأحمر، رغبة في هدم سيادة بريطانيا التجارية، وما ارتكبه في مصر من فظائع في أثناء احتلال الفرنسيين لها، وأمروا بضرب الجامع الأزهر بالمدافع. وكذلك من أحداث الصراع بين الولاة العثمانيين الذي انتهى بتولية محمد علي باشا حكم مصر. سجل كل ذلك في كتابيه: مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس، ثم عجائب الآثار في التراجم والأخبار، الذي يعتبر بحق أعظم سجل وأصدق مرجع لتاريخ مصر في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لقيمته العظمى في وصف الحياة الاجتماعية في مصر. وكان يعقب كل سنة من سنوات تلك الفترة بتراجم لحيوات كل من مات فيها من الأمراء وكبار العلماء والأعيان. وترجم كتابه مظهر التقديس إلى اللغتين الفرنسية والتركية، كما ترجم كتابه عجائب الأخبار إلى اللغة الفرنسية. وإلى اللقاء في الموضوع القادم بإذن الله. شكرا على حسن استماعكم.